كتاكيتي، انا جايه اقول لكم انا خسيت ازاي من 90 كيلو ل 57 كيلو. فانتوا لو مهتمين تعالوا. اول حاجه، انا ما بقاش عندي ما شاء الله اي بطن خالص خالص، كاني ما خلفتش، وخسيت اكتر من لما اتجوزت. يعني انا اتجوزت 63 كيلو، بعد دلوقتي ما خلفت ابني بسنتين اهو بقيت 57 كيلو، فنزلت 6 كيلو عن لما اتجوزت كمان. وما عنديش اي شكليا ابدا، ولا كاني اصلا حملت ما شاء الله. وخسيت بطريقه صحيه، ما اثرتش عليا في حاجه الحمد لله. خسيت ازاي؟ لان انا كنت طبعا برضع ابني طبيعي، فالرضاعه كانت بتحرق كتير طبعا، انت في فتره ذهبيه، اي نعم بتحتاجي تاكلي كتير بس كمان بتحرق كتير. فتعالوا انا هقول لكم عملت ايه بالظبط. بسم الله. اول حاجه عملتها، انا كاتباهم طبعا عشان انتوا عارفين انا والنسيان ولاد خاله. المهم، اول حاجه عملتها ان انا منعت الزيوت تماما تماما، بس زيت زيتون وبالفرشه بدهن كده وارمي على الفرن يا رجل. انا كل حاجه تقريبا كنت بحطها في الفرن، فراخ مشويه، اكل مشوي، اي حاجه ممكن تتخيلوها مش بتتشوي شويتها. المسقعه بعملها مشويه، كنت اشوي الخضار واعمل مسقعه صحيه. كل حاجه كلتها بطريقه صحيه، ما كنتش حارمه نفسي يعتبر، بس كانت كل حاجه بطريقه صحيه. الزيت العادي، المقليات، اول سنه من ولادتي بعد ما ولدت ما كلتش ولا اي حاجه خالص مقليه تماما. تاني حاجة بقى، منعت السكريات تماما. انا واحدة اصلا ما بتحبش السكريات، بس لما كنت حامل كان الرحم بتاعي على سكريات، فبالتالي كنت باكل، كنت اجيب والله المربى كده وبالمعلقة واكلها بالمعلقة، انتوا متخيلين؟ فكنت باكل سكريات طبيعي، هتخن طبيعي. فشولت، ضربت، بقيت 90 كيلو وانا اصلا مش طويلة، فاللي هو بقيت قد كده مربعة. كان الموضوع صعب قوي بصراحة، وما كنتش عارفة اعمل كنترول ابدا. بس كنت اقول معلش خلاص، انت هتولدي دلوقتي وهتقومي بالسلامه، وبعدها اعملي دايت وقللي الدنيا دي. كان عندي رعب ان انا اكمل بعد الولاده، بحب السكريات. اول ما ولدت الحمد لله وقمت بالسلامه والدنيا ظبطت، كرهت السكريات تاني الحمد لله، ورجعت الاصل لطبيعتي يعني. فبطلت اكل سكريات خالص، ما نهائي ما باجيش جنبها. لو حصل ايه يعني، ممكن كل فتره وفتره ممكن قطعه كده، لو لقيت نفسي خلاص. انا بحب استجيب لجسمي، لو لقيت نفسي فيها قوي ببقى عارفه ان يعني جسمي محتاجها حاليا، بستجيب لقطعه قد كده على قد نفسي، قد كده قطمه ممكن وخلاص. عشان انا عارفه السكر اصلا مضر قد ايه، بعيدا انا بحبه او ما بحبوش. حتى لو بحبه كنت انا عندي اراده الحمد لله، كنت هخلي عندي اراده ومش هاكله ولا هقرب منه. تالت حاجة، استبدلت النشويات الغير صحية بنشويات صحية معقدة. يعني البطاطس صحية، بس اهم حاجة تاكليها ازاي. فكنت باكلها بطريقة صح، اللي هي تسلقيها مثلا، تعمليها بطريقة هيلثي في الفرن، ايا كانت الطريقة اللي هتعمليها بيها، بس اهم حاجة تاكليها بطريقة صحية. نشويات صحية زي ايه تاني؟ زي الشوفان. الشوفان وجبة رائعة الصبح، يا الله. انا الصبح كنت افطر بيه، كان يفضل ممكن مشبعني نص نهار. اصلا الرضاعة بتجوع جدا، كلنا عارفين، بتصحي منهم قلبك وجعك من الجوع، فبتبقي جعانة قوي. فانا كنت بصحى منهم جعانة جدا، باكل، بعمل شوفان، بتعمليه مع اي فاكهة عندك في البيت. انا كنت دايما بحط معاه تفاح وموز، بحط معاه بذور شيا، وبحط معاه سمسم، بذور سمسم، واي حاجة في البيت، اي حاجة في البيت ممكن بذور تتحط بحط. ممكن كم واحدة حبة البركة، اي حاجة حرفيا ممكن تديني باور وطاقة من الحاجات دي كنت بحطها، لانها حاجات صحية. وكنت احط معاه لبن واسيبه شوية كده على ما البذور الشيا، يعني ربع ساعة على ما تمتص كده اللبن وتهدى شوية علينا، بعدين باكله. فظيعة. اولا يعني مفيدة جدا للرضاعة، ثانيا طول اليوم بفضل شبعانة يعتبر، يعني اغلب اليوم بفضل شبعانة. وبحط عليه مكسرات، فكان يطلع رهيب بصراحة. فانتي هتجوعي كتير، انا عارفه ومقدره ده والله. انتي هتجوعي يا روحي، عشان خاطر انتي عندك ماما، انتي ماما وكده. او لو انتي مش حامل ومش بترضعي، او انتي يعني عايزه تنزلي وزنك من غير ما تكوني مخلفه، برضو ده نظام كويس، لان انتي مش هتبقي حارمه نفسك من حاجه. انتي بتاكلي على قد نفسك، الحاجات اللي نفسك فيها بتاكليها، بس بطريقه صحيه. انا بحب البطاطس، مش لازم اقليها، ممكن اشويها. انا بحب مثلا الرز، اكل رز بسمتي، اكل برغل، مش شرط رز مصري. فانتي استبدلي الحاجات عشان خاطر صحتك، يعني بعيدا عن ان انا عايزه اخس عشان خاطر شكلي، لا، عشان صحتي.
ماليش دعوه بحد. انا واحده حبيبه قلبي كانت بعتالي انها عايزه تخس عشان خاطر بيتنمروا عليها، قلت لها اللي يتنمر عليكي حطي صباعك في عينه، انت تخسي عشان خاطر نفسك، عشان خاطر انت عايزه تخسي، مش عشان خاطر هم بيضايقوكي. هو مش مالك جمال اللي بيقول لك كده، مش مين ده سيدنا يوسف مثلا عشان خاطر مش قصدي طبعا سيدنا يوسف هيتنمر، قصدي يعني بجماله مثلا، لا طبعا اكيد في عيوب. قلت لها حطي صباعك في عينه، ليش حد يتنمر عليكي؟ فانت هتخسي عشان نفسك، عشانك انت، مش عشان خاطر حد. ماشي دبدوبه قلبي، اوكي دبدي بقلبي والله. المهم رابع حاجه عملتها، بمشي كتير قوي. بصحى من النوم، انا ابني ربنا اداني ولد حبيبي الله يحفظك، شكرا ريان حبيبي. المهم ريان كان يصحى من النوم ما يرضاش ياكل غير لو خرج بره، بالنهار مفيش ناب ياخدها غير لو كنا بره، ما ينامش ابدا ويفضل يعيط ويقريف. فكان انا طبيعي بخرج بيه كل يوم، لازم اخرج وافضل الف. ولو وقفت وقعدت في مكان والله العظيم بجد، حتى كانوا يتريقوا عليا يقولوا لي انت مخلفه عيل بسنسور. لو قعدت في مكان كده وهو نايم يصحى، عشان العربيه وقفت انت ازاي تقفي. لو وقفت في الكاشير مثلا بشتري حاجه ووقفت في الكاشير كان يصحى. فكان لازم امشي طول الوقت. فانا كنت بمشي كتير، بمشي كل يوم من 8 ل 10 كيلو كل يوم، بجد ده رقم حقيقي. فمن يوم ما اتولد ابني وانا بمشي. عندي سلم يهد بلد، انتوا بتشوفوا بشيل العربيه وانزل بيها، نازله طالعه طالعه نازله نازله طالعه. طبيعي مجهود كتير بعمله، هخس. بس ما رحت الجيم بصراحه، لا ما كانش عندي وقت اصلا، مش هسيب ابني فين. نعم في جيم بتاع امهات بس انا مش هينفع، ما كانش مناسبني خالص يعني. كنت بنزل اتمشى كل يوم الحمد لله مع اكل صحي، ما حسيتش نفسي محرومه خالص. لما كنت احس نفسي جعانه كنت اجيب خضار مشوي واقعد انقنق فيه اكله. كنت اروح اعمل شوفان، كنت اكل حاجات صحيه. العيش استبدلته من عيش من قلبي، بيفكروني احطه لكم في الكومنتات، عيش من قلبي صحي جميل جدا. استبدلت كل حاجه بكل حاجه صحيه، كل حاجه مشويه. لقيت نفسي انا مش حارمه نفسي، انا باكل عادي الاكل الحلو بتاعنا، بس كله زي ما بقول لكم كده بدون الاساسيات اللي هي سكر، زيوت، نشويات غير صحيه، دول انا منعتهم. طبعا مشروبات غازيه، حاجات من المحلات، اكل من بره، الحاجات دي انا ماليش فيها الحمد لله يعني. ما بطلتها تماما يعني. ما اعتقدش ان انا شربت مره او مرتين في اول سنه كلها، تقريبا مره واحده شربت وقتها كولا بس. كل فين وفين كنت ممكن اروح اكل بره مثلا اكله واحده. الاستثناء لا يفسد القاعده يعني، ما تحسيش نفسك ان انت محرومه. لو كل شهر ولا شهرين اكلتي مره بره ما تحسيش نفسك ان انت بتأنيب ضمير، لا عادي عادي، بس يبقى مره، يبقى على قد نفسك، تدوقي حاجه على قد نفسك. لكن لما تاكلي كتير لا مش حلو. الخلاصه بتاعت الفيديو بتاعي، اقفلي بقك هتخسي والله العظيم. كل حاجه ممكن اي حد يقول لك اصل هتاخدي دواء، اصل هتاخدي مش عارف ايه، لا انتي بطلي اكل هتخسي. بس خلي عندك اراده، الموضوع كله بيتمحور في الاراده. اوكي ده فيديو قلبي. انا الفيديو ده لو تفتكروا ان انا نزلته قبل كده بس كان بشعري مسحته، انا عايزه امسح كل الفيديوز القديمه دي اللي هي شعري عشان يعني. المهم لو شفتوا الفيديو ده وانتوا كنتوا شفتوه قبل كده برضو بتفعلوا عليه عشان خاطر يوصل واعملوا الحواشتكنات بتاعتكم، شير لايك كومنت الحاجات دي.